السلام عليكم، صباح الخير عليكم الناس الزوينين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مؤخرا كاين واحد الجدل كبير على العنصريه اللي واقعه في تركيا، وعلى المشاكل اللي واقعين ما بين الشعب التركي ومع الاجانب العرب اللي كاينين تما. وموضوع العنصريه ولا ماده دسمه في الاعلام. هادشي اللي خلاني انا ندير واحد التدخل بسيط غير نوضح فيه شي مسائل. اولا اللي بغيتكم تعرفوا هو ان الشعب التركي ينقسم الى صنفين. يعني كاينين اتراك مسلمين واتراك علمانيين، وما بين العلماني والمسلم يعني فرق شاسع، سواء في الثقافة، سواء في ديك القومية، سواء في التعامل مع الأجانب، سواء في التفكير ديالو، وبزاف ديال الأمور. بحكم أنا عشت معهم أكثر من 10 سنوات، وليت كنفرق ما بين هذا وهذا 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 وهذا. كتعرف هذا التفكير ديالو محدود، كتعرف هذا السيد هذا راه خارج وشاف ناس طبعا هاد العنصريه هذه وهاد المشاكل هادو ماشي كاع الاجانب متضررين منهم. يعني الاكثر تضرر من هاد المشاكل هادو هما السياح. اما الطلبه والناس اللي خدامين غالبا تيكونوا بعادين على هاد الصداعات هادو، لان هادو ما تيكونش عندهم احتكاك مع بزاف ديال الناس في مده وجيزه. يعني كتلقى مثلا الطلبه او الناس اللي خدامين عندهم واحد لونتوراج كيقدروا يتادابطوا معاهم، واخا يكونوا مثلا فيهم ناس عنصريين ولا ما حاملينهمش ولا كذا، كيقدروا يتادابطوا معاهم بطريقه او باخرى. ماشي بحال مثلا كل السياح مثلا اللي كل نهار كيتلاقاو مع ناس جداد، كل نهار كيتلاقاو مع ناس في شكل يعني بعيدا عن العنصريه الى اخره. اصلا هاد الدومين ديال السياحه واحد الدومين اللي هو حساس، يعني تيكونوا فيه مشاكل، تيكونوا فيه يعني يا اما من طرف لي كليون السياح، ولا من طرف مقدم الخدمات، الناس اللي خدامين في الاوتيلات ولي ريستو الى اخره. انا كسائح او كطالب كنمشي واحد المدينه، فخاصني نعرف باللي هاد المدينه هذه غادي نلقى فيها نص ديال المسلمين ونص ديال العلمانيين. لذلك خاصني نكون مستعد نفسيا ان غادي نتلاقى مع واحد المجموعه وواحد الناس اللي ما حاملينش. يعني ملي كنقولوا علماني راه كتبان له كيبان له الاسلام واللغه العربيه والعرب بصفه عامه تخلف بالنسبه لي، يعني شي حاجه انحطاط، يعني تخلف ورجوع للوراء. يعني الحضاره عنده هو الغرب سميتو يعني كل والثقافه الغربيه الى اخره. فلذلك انا ملي كنتلاقى مع هاد الناس هادو خاصني نكون مستعد نفسيا انني نتلقى يعني نواجه هاد الصدمات هادو ديال العنصريه الدينيه. في حين ان الشعب التركي المسلم كتلقاه بالعكس كيرحب بالعرب، لان العربيه بالنسبه ليه هي الاسلام. كيشوف كيسمع شي دوله عربيه كيتفكر مكه، كيتفكر الاسلام، كيتفكر الدين الى اخره. كيعجبو الحال، كيجي داك الشوق وداك الحنين، كيقول لك حنا كنا مسلمين، حنا كنا اخوه. يعني كتلقى عنده واحد الاقبال على الاجانب. وحاجه اخرى الله يرضي عليكم، ما تمشيش بديك الثقافه ودوك الطقوس وداك التفكير اللي انت عايش به في واحد البلاد دي نفس السيستم، نفس الهيكله، نفس الصياغه تمشي تطبقها على واحد الدوله اخرى. لا، راه كل دوله عندهم ثقافه، عندهم عادات، عندهم خاص داك الشيء ترد ليه البال. فهمتي؟ باش ما تعيش في دوك الاحتكاكات خصوصا تركيا كيهتموا بزاف بداك الشيء ديالهم. يعني عندهم واحد التشبث بديك الثقافه ديالهم. يعني حاجه تافهه ممكن هما كتبان لهم حاجه كبيره. لذلك ما فيها باس الانسان يقرا شويه على الثقافه التركيه وشنو العادات ديالهم، وتكون عنده غير يكون عنده واحد الالمام يعني بالبلاصه فين غادي. اشنو كنقصد؟ مثلا شي ناس مثلا الله يهديهم كيجيو مثلا جروب، مثلا كيجي جروب بار اكزومبل، كتسمع الغوات والصداعات وفلان وتاتا، يعني كتبان فيهم بلي يلاه حطاتهم الطياره. راه عرفناكم جيتوا سياحه، مرحبا بكم الى اخره، ولكن ما تصدعوش الناس الاخرين. يعني الناس الله يحسن العوان، بنادم كيجي من الخدمه طار عليه القرده للراس، خدام من 8 خرج من الدار من 6 الصباح، كيرجع مع 6 العشيه، يلا ما كيوصل للدار مع 8، لومبوتياج، الزحامات الى اخره. انت كتطلع
جاي مفوج مفجج مع راساتك، درتي وسركلتي وكذا، جيتي تلاقيتو في نفس الترونسبور مثلا، وانت كتهضر مع لا فامي ديالك ولا كتهضروا يعني اون جروب بالغوات وكذا، سي نورمال انك غتشوف واحد التصرف اللي ما هوش من طرف التركي ولا من طرف يعني، لان بحال قلتي فتي الحدود ديالك، يعني شفتي الانسان المهذب المؤدب راه عمره ما غيلقى مشكل. ما انت كلك اغلاط، كلك اغلاط، ويعني في الاخر كتقول لا حكا راه داروا معايا ولا ما داروش معايا، راك انت كنت راك انت ضيف. يعني ديما ما تنساش هاد المساله هذه، انت ضيف جيتي تقضي غرض، يا اما فاكونس قرايه، او جيتي تقضي غرض عند واحد الناس وغتسالي. ملي غتسالي المده ديالك وبغيتي تخدم راه تخدم نورمال، ما كاين اللي يهضر معاك. انا شفت بزاف ديال المواقع وشفت بزاف ديال الحاجات، حتى تكون شي فرصه ان شاء الله وغادي نعاودهم لكم، سواء من هادشي ديال العنصريه وكذا. ولكن الحمد لله ما عمري تعرضت لشي موقف زعما عنصري 100%. ولا كتشوف السيتوياسيون كي دايره، يعني غالبا كتكون عارف الناس اللي غتجي منهم ديك العنصريه. وحاجه اخرى بغيت نشير ليها، مثلا بالنسبه للناس اللي غيمشيو سياحه، يا اما تمشيو فواياج اورغانيزي، على الاقل بعدا كيكون معكم جيد توريستيك اللي كيكون معروف عندهم عند الاتراك تما. يعني على الاقل دوك البلايص اللي كيديكم اليوم كيكون هو كيكونوا عارفين شكون، كيحترموا الكليون ديالو. سينو ولا ما مشيتيش مع فواياج اورغانيزي، من الاحسن دير شي تراجي ديالك انت بوحدك خاص بك، ما تبعش الناس شنو كيديروا، ما تبعش داك التراجي اللي كيديروا الناس، باش على الاقل ما تطيحش حتى انت في داك لوكا ديال ان تعيش شي موقف ما هوش. وواحد الحاجه مهمه بزاف هو ان ماشي اي حاجه شفتوها في الاعلام راه حقيقه. راه تقريبا 90% ديال داكشي اللي كيدور في الاخبار راه كله كذوب. راه تيكونوا بعض المرات شي امور كنشوفهم بعينيا، يعني شي حدث، شي حاجه طرات، شي حاجه وقعات قدام عيني، كتشوف انت عايش في قلب الحدث. ملي كتجي تقرا عليه في الاخبار، ولا كتشوف كيفاش روجوا ليه في القنوات وفي الاذاعات، كيروجوه بواحد الطريقه في شكل، لان ديما الاعلام ضروري كتكون عنده واحد المرجعيه سياسيه او خلفيه معينه، كيدافع على مصالح معينه، مصالح ديال شي بلاد معينه، وكيبغي يطيح من واحد الصوره ديال بلاد معينه الى اخره. حيتاش الهدف في القنوات الاعلاميه ماشي هو ينقلوا لك المعلومه، لا، خاصهم هما يضمنوا اكبر عدد ممكن ديال المشاهدات، وخاصهم يديروا يخلقوا شي فتنه، شي حاجه تقدر تخلق تفاعل وتخلق واحد الجدل اللي غادي يروج لهم التفاعل في القنوات ديالهم، ويكثر لهم من عدد المشاهدات. تقريبا هادشي اللي كاين. نتمنى انكم استفدتوا من هاد المعلومات هادو، حاولوا تبارطاجوا هاد الستوريات باش لتعم الفائده، والسلام عليكم.